شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة الطب البديل في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم حول العناية بالشعر. طيب، هنستخدم النهاردة بذور الكتان. بذور الكتان من المواد الغنية جدا جدا ببعض الإنزيمات التي تعالج على الصلع. يبقى أول حاجة احنا بنزود نمو الشعر ولتطويل الشعر، وكذلك يحتوي على أحماض دهنية اللي بتساعد على تنعيم الشعر. يبقى بذور الكتان هتساعدنا على نمو الشعر وتكبيره بشكل ملحوظ جدا ان شاء الله وتنعيمه. ودي طريقة التحضير. دي بذور الكتان قبل الاستخدام، تمام، بتكون بالشكل ده. وبعد كده بنغليها على النار لحد ما تجمد معانا وتبقى بالشكل ده. وبعد كده بنسيبها لحد ما تبرد شوية، وبعد كده بنصفيها. بنصفيها بإيه بقى؟ ممكن نستخدم في التصفية، ممكن نستخدم عفوا زي ما استخدمنا احنا شراب، او لو في مصفاية كده ممكن تستخدميها، بس انا شايف ان الشراب بيكون سهل. بتحط الخليط ده وبتضغط عليه وبينزل معاكي بسهولة. الموضوع مش هيكون صعب، وبيبقى معانا زي الجل كده زي ما حضراتكم شايفين. طيب، تعالوا بينا نتعرف على طريقة الاستخدام. يغسل الشعر بشكل جيد بماء فاتر، وبنستخدم معاه شامبو عشان يعني نحن محتاجين ان الشعر يكون نظيف جدا جدا عشان توصل تركيبتنا للبصيلات وجذور الشعر. بناخد الخليط بتاعنا وبنضعه على خصل الشعر خصلة خصلة، ونخلله في الشعر. التخليل بمعنى ان بتعمليه بصوابعك بشكل جيد عشان يوصل لبصيلات الشعر والجذور بتاعته. وبعد كده بنغطيه بكيس بلاستيك او بني وبنتركه ساعة، وبعد كده بنغسله بماء فاتر وبشامبو مرة تانية. بنكرر الموضوع ده ان شاء الله مرتين في الاسبوع او اكتر، وكل ما كانت زادت مرات التكرار هيكون النتيجة أفضل إن شاء الله. طيب، ملحوظة الفرق بين بذور الكتان وبين الكرياتين، لأن أنا شايف إنه الكرياتين كمادة كيماوية بتؤدي لتساقط الشعر، تمام. أما وصفتنا النهاردة هنعتبرها يعتبر كرياتين طبيعي، لأنها بتساعد على نمو الشعر وتنعيمه. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، واقول لكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، شكرا يا رب.